اوكي مارادونا افضل لاعب بالتاريخ. حارس حبيبي والله العظيم حارس. يا الله. سي بي ام حدث. مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وتحدي جديد من اف سي 26. فيديو اليوم راح يكون مختلف ان شاء الله. بعد ما عملت اول تحدي بالوصول للديفيجن 6 وفشلت، قررت اليوم اني اعمل تحدي ثاني، وهو اني افوز بدرافت واحد بفيفا 26. بس العمليه اصعب مما تتوقعوا ومو بهالسهوله، لهيك معي 3 محاولات بس لحتى افوز بالدرافت. فهل انا كلاعب نوب قادر على اني افوز بدرافت بفيفا 26، خصوصي مع نزول نسخه الستاندرد واللاعبين بقمه مستواهم وكلهم متحمسين ليقدموا افضل ما عندهم ويستمتعوا باللعبه باكبر شكل؟ وخليني اقول لكم من البدايه انه هاي القناه مو قناه احتراف، انما قناه هوايه ولعب وانبساط بس، فالمتعه راح تكون بالرحله اكثر ما تكون بالنتيجه. مع هيك راح ابذل اقصى جهدي واحاول اني افوز بواحد من الدرافتات الثلاثه، واكثر من هيك ما بيطول عليكم المقدمه، فانتم الان تحلقون فوق طريق المجد. انا الكابتن ميرو، يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرافت الاول. كيف التشكيلات التعبانه؟ نلعب 4-4-1-1. الكابتن سيجر، زي روبرتو وفيجو. فيجو يا اخي فيجو. الله اكبر عليكم على هالاختيارات، شو هالاسماء التعبانه يا زلمه. اوكي مارادونا افضل لاعب بالتاريخ. اطلع ولك اطلع. شباب العنزه بيعطونا واحده كيمستري 117. جميلة. وهيك بتكون معنا التشكيلة صارت جاهزة، ويلا بينا نبلش أول مباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. لنشوف الخصم اللي راح يطلع لنا. زيزو وفان بيرسي وفينيسيوس. حلو تشكيلته حلوة. ضربة جزاء، ضربة جزاء يا حبيبي من الأول خلاص. يا زلمة حركتها، غيرت الاتجاه في آخر لحظة. معلش شو عم ساوي؟ شو عم ساوي؟ حرام. هجمة مرتدة قطعتها رجعت له. مع الأساس يا إيه أنا بطلتوا هالحركات هاي وبطلنا هالشغلات المسخرة. أول ربع ساعة بأول مباراة بهدلنا. لا شو صار؟ ليش هيك كتير. لا في شي ما عم يزبط. اوه بو يا اخي والله العظيم في شيء غلط بالاعدادات الباصات. يلعن اخت اللعبه من لما غيروا فيها التحديث. يا اخي كانت الباصات ما احلاها. شوفت عينكم الباصات صارت زباله. ولا باص صح يا زلمه، ولا باص صح. باص عم بيلعبوا على اليمين بيروح على الشمال. طيب شو المنطق بهالحركات هاي؟ شو اللي بيخطر؟ ليش هيك عم يسوي؟ ليش بده يخربوا اللعبه؟ اي على سمانه حطونا على لاعب مثل عالم الخلق يا زلمه. كم تغيير بدك تغير ليحطوك على اللاعب؟ قال اقرب للطابه قال. هي على سمانه شو هالقرف اللي عم يصير. ليش غبي يعني؟ فوق ما اللعبه مستفزه كمان انا غبي. ايه سكر جرناتشو. حاجة قرف، لسه من أول لعبة وهيك القرف صار. كرهتونا باللعبة يا زلمة.
استغفر الله العظيم يا زلمه، باصات خرا، باصات خرا. هيك الباصات باللعبة، شو بدك تعمل؟ هاي الباصات موجودة، بدي اجيب لك اخترع لك لعبة انا. هاي الباصات موجودة باللعبة. يا الله، صار حلمي بس تطلع الطابة لنص الملعب يا زلمة من الباصات السيئة. الصفرة يا غالي، كأنك نسيان الصفرات بالبيت. لا مشانه لله بقى، مشانه لله، والله ما انا ناقصة اللعبة، ما انا ناقصة اللعبة على الباصات يا زلمة. قرف والله العظيم قرف. شو بيعملوا لها، شو بيعملوا لها؟ بتكون شغالة ذهب، شو بيخربوا فيها؟ وهيك بنكون خسرنا بأول محاولة. مثل ما انكم شايفين اللعبة جدا ممتعة وانبسطنا كتير، والله يكسر ايديهم على هالباصات اللي عاملينها. راح نشوف ثاني محاولة وإن شاء الله على أمل نقدر نفوز على الأقل بأول مباراة. ما عاد حلمي إني أفوز بالدرافت يا أخي، حلمي والتحدي تبع الفيديو إنه نقدر نفوز أول مباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار الكابتن سوا ولا كاكا؟ لا كاكا، خلص كاكا حلو. نسيان انا ما عندي كام، اقسم بالله بتحس هلا فاتح اللعبه. هي تشكيله الجولد او البرونز اللي بيعطوك اياها ببدايه اللعبه. شو هالاسماء؟ اول شيء ايكون وبعدين الاسماء التعبانه ورا بعض. شو هاد؟ تشكيله سيئه يا جماعه، تشكيله سيئه جدا. التشكيله الماضي كانت اقوى بكثير وتبهدلنا فيها. ان شاء الله ما يصير فينا مثل اللي صار من شوي. اوف اف 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 اف، شو هالتشكيلة هاي؟ المدافع في مهب الريح يا حبيبي، ايش احوال ظهرك؟ حلو حلو، لا نغتر بحالنا، لسه المباراة بأرض الملعب. هلا 2 سكريبت 2 كيك اوف، طلعني من المباراة. تركيز. قلت لكم المباراة لسه بأرض الملعب، يعني هيك جول سهل بزاوية الحارس المفروض ما يفوت، بس خلاص كيك اوف. تركيز وان شاء الله لا تجحش اللعبة. بس انا هذا حلمي بالحياة، انه هي الباصات اللي بقطعها لا ترجع للخصم. اخي هي المثلث ليش بيلعبوه بظهر المدافع بهي الطريقة وانا لعبه لبرا؟ مشان الله اكتبوا لي بالتعليقات شو حلتها هي. ها شوفوا انبسطتوا؟ اخي يلعن اخت اللعبة، المثلث مو هيك انا لعبه، ولا هي الجهة ولا هذا اللاعب. سلكان سلكان. مشكلة المثلثات كتير 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 مملة وبشعة بشعة بشعة باللعبة بشكل ما تتخيلوا، خصوصا للناس اللي بتعتمد اساسا بلعبها على المثلثات، راح تكره حالها. خيال المدافعين، المدافعين تبعاتي خيال بالملعب. يا عمري يا عمري يا عمري، مو لهون يا عمري، للاعب اللي هناك. لا تعليق، لا تعليق. شو سيارة يا زلمة نص ساعة لتحمل شوطة. حارس حبيبي والله العظيم، حارس 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 حارس. الإشارة على الحارس، المثلث على الحارس، القبضة على الحارس، كل شيء متوجه للحارس. أخي مشانه لله اكتبوا لي في شي حل لقصة المثلثات باللعبة، قصة الباصات.
بتضل كابس ساعة بيعطي الباصة اللي جنبه، بتضل كابس مثلث طويل بيعطي للي بلزقه. اخي بدي العب مثلث اللاعب البعيد، شو حلتها؟ بس اكتبوا لي بالتعليقات من شان الله. وهيك بتنتهي معنا المحاولة الثانية بخسارة من اول مباراة مثل العادة. لنشوف شو اجانا جوائز ان شاء الله. حتى بالجوائز مبهدلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاولة الأخيرة يلي رح نعملها بالكوينز، لأنه أساسا ما ضل معنا درافتات مجانية، فإن شاء الله يا رب نقدر نحصل منها شيء ونقدر على الأقل نفوز مباراة واحدة. كل اللاعبين الجيدين بيجوا مع بعضهم. وهون معلم انت شوف شو عم بيطلع لنا. كل اللاعبين الجيدين بيطلعوا لك بفتحة واحدة او بفتحة واحدة. يلعب ال دبليو. زولا يلعب مهاجم. تعال 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 يا عمري تعال. سقراطس انت ما تلعب غير كام. وهيك بيكون معنا التشكيلة الثالثة والأخير لفيديو اليوم. كل ما التشكيلات عم تنزل لتحت وعم تصير أسوأ وأسوأ. وهيك بتكون تشكيلتنا لآخر درافت اليوم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نحتسي رشفة من المتة ونقول بسم الله. دعونا نستمتع بهي المباراة حتى لو كانت خسارة، بس ما نضايق حالنا. حاجة نضايق حالنا بأول 2 درافت بكفي. تعبنا وملينا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي المتعة يا حبيبي. لا جدا رح نستمتع بالمباراة ورح ننبسط. خود احتسبت خسارة. احتسبت خسارة من أول دقيقة. بما انه فشلت اليوم بالتحدي كالعاده ما رح اطلعكم زعلانين، وراح نكفي الفيديو ونفتح باكيجات السكواد باتل تبع الاسبوع كلياته، على امل بعد ما كان حظنا سيء بالدرافتات على امل يطلع لنا لاعبين جيدين بالسكواد باتل. يا رب يا رب. انا بلشت ضوج من اللعبه وان شاء الله بترجع لي الشغف بهي اللعبه بلا ما نلعن اخت الحكي من اولها. عندنا 9 لاعبين بينباعوا زائد 75. عندنا لاعب 82 بلس ما ينباع ولاعب 84 بلس ما ينباع. هدول مو لاعبين، هدول اشياء هيك مثل كيمستري وما كيمستري وهالقصص هدول. طيب نبلش 9 لاعبين ب 75 سي دي ام حدث. مين هاي؟ تنباع. كم سعرها؟ 10,000 يا زلمه. 10,000. عوضنا على الاقل خساره الدرافت. اوه كامافينجا سعره غالي وانا اساسا مشتريه. هيون سعره 21,000. 20.5 ويلا على البيع يا حبيبي. اخيرا عوضونا بلاعب مثل العالم والناس. اخيرا عوضونا بلاعب كويس بعد المهازل اللي صارت فينا. والله العظيم انا حزين جدا. لاعب 82 ال دبليو اسباني. مين؟ فيران يا فيران ما تلزمنا يا فيران. القرش فيران. والباكج الاخير والاقوى 84 بلس. بسم الله الرحمن الرحيم. لاعب ال ام اسباني اتلتيكو مدريد. مين؟ أليكس باينا. حرام اعطونا اليورنتي. طيب سعر الكويكسل 84 بسعر الكويكسل. على الاقل طلعنا بشويه كوينز حلوين. الدرافتات كانت مهزله فضيحه ومستواي نوب ما عم يتحسن ابدا. مثل ما حكيت لكم ببدايه الفيديو قناه الكابتن ميرو مو قناه احتراف انما قناه هوايه وانبساط ولعب. فالهدف في النهايه مو تحقيق الفوز وبس، انما الهدف هو الرحله. ولو كانت رحله اليوم ما فيها اي شيء من السعاده، بس مع هيك بتمنى يكون عجبكم الفيديو. يلي وصل لهون بتمنى تترك اللايك على الفيديو، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، وتكتب لي بالتعليقات شو حابب يكون الفيديوهات القادمه. كان معكم ميرو من قناه الكابتن ميرو. بشوفكم في فيديوهات جديده. ضلوا بخير. سلام.